200 ألف جنيه زيادة على شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، والإسكان الأخضر زاد 250 ألف جنيه عن الإعلان اللي فات اللي هو كان سكن لكل المصريين 5. تعالوا بقى في الحلقة النهاردة هشرح لكم ملخص كراسة الشروط بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان الأسعار وهتدفع كام وإزاي تحجز في الطرح ده، وهل نحجز ولا ما نحجز، نكمل ولا ما نكملش، ولا نعمل ايه بالظبط. يلا بينا بقى نبتدي الكلام في المفيد مع هاني الخميسي. بس هات لك كوبايه الشاي الجميله بتاعتك عشان تركز، لان الحلقه هتكون دسمه شويه. وطبعا بذكركم باللايك للحلقه، دعم منكم ليا علشان اقدر اكمل معاكم الكلام في المفيد. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم. طبعا نزل سكن لكل المصريين محدود ومتوسط الدخل الطرح التكميلي بمفاجآت كتيره جدا وعلى غير المتوقع، ولكن احنا دورنا نوضح لكم كل التفاصيل وحضرتك تاخد القرار السليم. علشان بقى ما نتوهش من بعضنا هنشرح لكم ايه الفرق بين الاعلان القديم والاعلان الجديد، والشروط المستحدثة، والمطلوب منك ايه بالظبط عشان تدخل في الاعلان ده، وباقي الناس هتروح لفين والناس الجديدة وضعها ازاي. بص يا صديقي، الاعلان القديم كان نازل ب 650 ألف جنيه للشقة اللي هي اكثر شقة عليها طلب في المدن الجديدة زي اكتوبر وحدائق العاصمة و15 مايو والمدن الجديدة. طيب الشقة في الإعلان الجديد بقى التكميلي نزلت بكام؟ نزلت ب 850 ألف جنيه. يبقى كان في الإعلان القديم 650، الإعلان الجديد ب 850 ألف. طيب الإعلان الجديد نزل بحاجة جديدة اسمها الإسكان الأخضر، نزل بكام؟ ب 900 ألف جنيه، يعني زودوا كمان 50 ألف جنيه. الإعلان القديم كان ب 30 ألف جنيه جدية حجز، الإعلان الجديد هتكمل فوق ال 30 ألف 20 ألف كمان وتدفع 50 ألف جنيه جدية حجز. يبقى كده في زيادات في جدية الحجز وفي زيادات في أسعار الشقق. طيب المدن بقى اللي نازل فيها، نازل في أغلب المدن الجديدة، ولكن الإسكان اللي هو ب 850 ألف زي سكن لكل المصريين 5 مش نازل إلا في حدائق العاصمة و15 مايو. أما أكتوبر وحدائق أكتوبر وباقي المدن نازل فيها الإسكان الأخضر اللي هيكون ب 900 ألف جنيه. وطبعا هنا بقى ندخل لشرط مهم جدا، ما ينفعش حد يقدم الا من ابناء المحافظه او اللي شغالين فيها. يعني حضرتك بكل بساطه لو انت كنت مقدم في الجيزه يبقى انت ما فيش قدامك الا الاسكان الاخضر استلام خلال 36 شهر وهتشتريه ب 900 الف جنيه. اما لو حضرتك في حدائق العاصمه و15 مايو تقدر تقدم على شقق الاسكان العاديه اللي هي ب 850 الف جنيه، لانهم ذكروا في كراسه الشروط شرط الاقامه او العمل في نفس المحافظه. ويستثنى من الشرط ده الناس اللي هتقدم في المحافظات مفيش مشكله، مش شرط الاقامه او العمل في نفس المحافظه، ده كده استثناء للناس في المحافظات بس، ولكن في المدن الجديده لازم حضرتك تكون مقيم في المحافظه او تعمل فيها. طيب حضرتك بقى ازاي التقديم والحجز؟ هيكون عن طريق مصر رقميه، وطبعا الناس ما قبلها مشاكل كتيره جدا من ساعه ما اعلنوا ان يوم 15/7 هتنزل كراسه الشروط، مفيش كراسه الشروط موجوده من ساعتها، وفي ناس كتيره جدا دفعت الفلوس ولسه محملتش كراسه الشروط. مفيش اي قلق، والموقع ده شغال بنظام انك تقدم طلب وبعدين ياخدوا الطلب يدرسوه وجاري المعالجه وبعدين يردوا على الطلب بتاعك. فبالتالي الناس اللي دفعت رسوم كراسه الشروط مفيش اي قلق، هيفتح معاك الموقع بس مساله وقت وحضرتك هتحمل كراسه الشروط. وبالمناسبه هي موجوده على قناه التليجرام، ان شاء الله تقدر تدخل وتنضم، واللينك بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو او في التعليقات، وتحمل كراسه الشروط وتطلع عليها عشان تشوف الحسابات اللي انا هعملها لك هنا ان شاء الله. وبرضه بذكركم ان احنا هنكون معاكم خطوه بخطوه في كل التقديمات والاستشارات، وتقدر تتواصل مع ارقامنا اللي بتظهر معاك واتساب على الشاشه، نخلص لك كل الاجراءات ان شاء الله من الالف للياء، وتبقى الامور سهله وبسيطه بالنسبه لك. طيب بقى حضرتك حملت كراسه الشروط، ازاي تحجز الشقه؟ لازم تقدم طلب وتملى الاقرار والاستماره موجودين في كراسه الشروط بعد ما تطبعهم. مش شرط الكراسه اللي انت تحملها، اي كراسه موجوده تطبع منها وتملى بياناتك، وبعدين بتقدم طلب على الموقع، وبعدين بيدرسوا الطلب سواء كنت حضرتك خارج الاولويه او كنت مرفوض. بس اهم حاجه في الرفض ده ما يكونش بسبب انك متملك وحده، او بسبب ان السن بتاعك كان كبير، او بسبب ان الدخل بتاعك كان متجاوز. غير كده لو انت مرفوض لاي سبب تاني تقدر تقدم وتحل مشكلتك، مفيش مشكله. ولما تسدد جديه الحجز هتسددها باسمك انت، واللي هيسدد باسمه جديه الحجز هو ده هيكون صاحب الطلب.
وكده هتكون حجزت شقة من الشقق اللي موجودة إن شاء الله في طرح سكن لكل المصريين محدود ومتوسط الدخل. الإعلان التكميلي في بعض الأماكن نازلة تسليم فوري في المحافظات، بعض المحافظات القليلة جدا، وبعضها الأولوية هتكون للناس اللي كانت مقدمة في إعلانات قديمة سواء الإعلان الثامن أو العاشر أو سكن لكل المصريين 3 زي الغردقة في البحر الأحمر وعزبة البرج وشطا في دمياط. وفي بعض الأماكن تسليم فوري زي الجيزة القطوري أو العياط جرزة، دي الحاجات اللي هي فيها تسليم فوري وعدد وحدات قليل. طبعا الأماكن دي شوية نزلت في كل إعلان مش بيبقى عليها إقبال كبير، فنازلة تاني تسليم فوري في الطرح ده. أما المدن الجديدة قلنا خلاص هي محدودة ومخصصة لسكن لكل المصريين 5، الناس اللي كانت مقدمة سواء خارج الأولوية أو مرفوضة. وقلنا إن كل واحد إن شاء الله تعالى كان مقدم في مدينة هو يقدم في نفس المدينة اللي كان مقدم عليها. ويجي سؤال هنا مهم جدا، مدينة العبور الجديدة تبع القليوبية وأول مرة تنزل في الإعلان ده، نعمل إيه؟ غالبا كده مدينة العبور نزلوها علشان ناس كتيرة كانت مقدمة في الطرح اللي فات تبع القليوبية بس اترفضت بسبب انها خارج الإقامة او خارج العمل، يعني لا شغال في المحافظة ولا مقيم فيها، كان مقدم مثلا في الجيزة او في اكتوبر. فانا بعتقد هنا ان هم نزلوا لهم العبور الجديدة مخصوص عشان يبقى ليهم فرصة وياخدوا شقة. وحضرتك لو ليك بقى محل عمل في العبور الجديدة أو في القليوبية كلها تقدر تقدم حتى لو كنت ساكن في الجيزة أو القاهرة. وده بكل بساطة ملخص الشروط والحاجات اللي جت في كراسة الشروط الجديدة، ولكن نضيف عليها حاجة بسيطة، موضوع الأوراق مش مطلوب منك كل حاجة إنك تجددها، ولكن لو غيرت شغلك أو غيرت سكنك أو لو كنت مثلا أعزب واتجوزت أو لو كنت متجوز وطلقت وهكذا، يعني لو تغير اي حاجة عندك تقدم الجديد، ما تغيرش يبقى حضرتك هتكتفي بالاقرار والاستمارة. واخر حاجة عايز اعرفها لك قبل ما ادخل معاكم على الحسابات والشيت الحسابي، مواعيد التقديم من يوم 28/7 ده ميعاد دفع جدية الحجز في مكتب البريد، واول اسبوع هيكون لذوي الاعاقة، ويبدأ من يوم 5/8 لحد 28/8 لكل الناس تروح تسدد جدية الحجز. اما باقي المحافظات والاماكن هيبقى مفتوح ليها لحد يوم 30/10، ولكن سكن لكل المصريين 5 والمدن الجديدة داخل القاهرة الكبرى هيكون ميعادهم لحد يوم 28/8. يلا بينا بقى ندخل مع بعض على الحسابات عشان تعرفوا الدنيا رايحة لفين بالاقساط والدفعات الربع سنوية وكمان الفوائد بتاعتها. وان شاء الله هعمل لكم حسبتين، واحدة على الشقة اللي هي ب 850,000 جنيه الاسكان الاجتماعي العادي، واحدة ب 900,000 جنيه اللي هي الاسكان الاخضر. وزي ما انتم شايفين كده الشيت قدامكم، ده الشيت اللي انا جهزته مخصوص لحضراتكم عشان تعرفوا الدنيا رايحه لفين. هنمشي مع بعض جدول، هناخد الجدول اللي على اليمين كده هنكتب فيه سعر الشقه، اول خانه باللون الاصفر هنكتب سعر الشقه 850,000 جنيه، 850,000 جنيه سعر الشقة، فهيدينا اوتوماتيك ان وديعة الصيانة 42,500، 42,500 اللي هي 5% وديعة صيانة، يبقى اجمالي ثمن الشقة مطلوب مننا كام؟ 892,500. خلي بالكم هنحسب هنا وديعة الصيانة دي هنركنها على جنب كده وهتدفعها نقدي عند التعاقد زي ما كراسة الشروط حاسبة معاك. هنيجي بقى بيقول لك حضرتك عشان تدفع 850,000 جنيه ثمن الشقة ده هتسدده ازاي؟ هتدفع 25% حد أدنى من ثمنها، 25% يعني ربع ثمن الوحدة لازم تدفعه، عبارة عن جدية حجز ودفعات ربع سنوية. جدية الحجز كام يا صديقي؟ جدية الحجز 50,000 جنيه، هتدفع جدية حجز 50,000 جنيه. طيب هيتبقى بقى معاك ايه؟ الدفعات ربع سنوية كل 3 شهور دفعة على مدار 3 سنين، لأن طبعا الوحدات تحت الإنشاء مش تسليم فوري. أول سنة هنا بقى هتدفع كام؟ هتدفع 12,500 جنيه أول سنة، وتاني سنة حضرتك هتدفع 13,500 جنيه، وتالت سنة هتدفع 14,500 جنيه، يعني كل سنة بيزيد معاك 1000 جنيه يا صديقي. يبقى انت كده دفعت كله اجمالي على بعضه حوالي 212,000 بالدفعات ربع سنوية زائد جدية الحجز. يتبقى كام عليك بقى؟ المفروض عند التعاقد 500 جنيه اللي هي الفرق اللي هتدفعه عشان توصل لل 25% الحد الادنى، ومع وديعة الصيانة، مع وديعة الصيانة اللي هي 42,500. وبكده حضرتك تكون دفعت كله 212,500 بالدفعات ربع سنوية وجدية الحجز. طيب حضرتك بقى يتبقى عليك كام؟ هيتبقى عليك حوالي 637,000، ده المتبقي من ثمن الوحدة. نيجي بقى نقول ان نفترض ان حضرتك هتاخد 160,000 جنيه دعم نقدي،
في دعم نقدي هينزل لك من الحكومة، ده بيتخصم من ثمن الشقة. ولنفترض زي كراسة الشروط كده حاسبة ال 160,000 جنيه، ال 160,000 جنيه الدعم النقدي الصندوق هيدفعها لك وهيتخصم من ثمن الوحدة، وبكده يبقى المتبقى عليك حوالي 477,500. بس خلي بالكم الدعم النقدي ده مش كل الناس بتاخده، ده اللي مرتباتهم قليلة والمفروض هم حاطين ليميت معين تاخد فيه لحد ال 160,000، ولو مرتبك زاد يبدأ تقل ال 160,000 لحد ما توصل 5,000 وبعد كده زيرو دعم. فبالتالي اعمل حسابك ان لو مرتبك كبير انت هتدفع ال 160,000 دي مش هتاخدها من الصندوق، هتبقى انت عارف انك هتدفعها عند التعاقد كباقي المقدمة اللي هتكون مطلوبة منك عشان توصل للحسبة اللي احنا ماشيين فيها مع بعض. طيب حضرتك كده نفترض انك دفعت ال 160,000 اول صندوق اداها لك، فيتبقى عليك كام؟ حوالي 477,500. ال 477,500 دي اللي المفروض ناخدها بفايدة 8%، والمفروض انها متناقصة وفقا لكراسة الشروط ووفقا للمعاملات البنكية اللي حاصلة على العائد وسعر العائد، لان كل الفوائد في البنوك بتكون متناقصة مش ثابتة. الفايدة معناها ثابتة زي ما بتقول كراسة الشروط او التصريحات، يعني معناها ان مش هتزيد عليك فوائد كل سنة، ده هي فايدة الرقم اللي هتحط عليك هيبقى ثابت طوال فترة السنين اللي انت هتسدد فيها. في حاجة اسمها قسط متزايد اللي هو بيعوض لك بيه لو انت مرتبك قليل، هنتكلم عليه كمان شوية، ولكن خلينا بس في الفايدة 8%. وهنا نفترض ان سنك من 21 سنة لحد 45 سنة هتاخد على 20 سنة كاملة اللي هي لحد سن المعاش 65 سنة. الناس بقى اللي فوق 45 سنة لما تيجي تكتب في السن هنا تكتب سنها الحقيقي، السن اللي هو مثلا 46 47 50 سنة. وطبعا الشيت الحسابي ده تقدر تطلبه من فريق العمل وان شاء الله هيوصلك وتحسب كل الحسبة اللي انت عايزها براحتك يا صديقي. طيب احنا هنا بقى نقسط على 20 سنة، يبقى الفايدة في ال 20 سنة كام؟ الفايدة 8% حوالي 477,500. يبقى انت كان عليك 577,000 وخدت عليهم فوائد في 20 سنة ب 8% حوالي 477,000. يبقى كل المطلوب منك تسدده بالفوائد حوالي 955,000 جنيه تقريبا، ودول بقى اللي انت هتقسطهم على 240 شهر بقسط شهري حوالي 3,979 جنيه. وهنا مرتبك ما ينفعش يقل عن كام يا صديقي؟ ما ينفعش يقل عن 9,900، يعني حوالي 10,000 جنيه. طب نفترض لو مرتبك انت بقى اقل من المبلغ ده هتعمل ايه؟ نفترض وليكن مرتبك الفعلي عند التعاقد مثلا 8,000 جنيه. 8,000 جنيه هيقول لك يا صديقي انا ما ينفعش اخد منك الا كام؟ الا 3,200. 3,200. طيب في حين ان كان مطلوب منك كام قسط شهري؟ 3,900. فبالتالي هتروح تدفع مبلغ عند التعاقد عشان يقلل عليك القسط الشهري بتاعك ويبقى متناسب مع مرتبك، لان مرتبك ما ينفعش ناخد منه اكتر من 40%. او ما يدفعكش البنك بقى مبلغ عند التعاقد ويقول لك انا همشي معاك بنظام القسط المتزايد، يعني اول سنه وليكن مثلا هبدا ب 3000، السنه الجايه تزيد 7%، السنه اللي بعدها يزيد 7%، السنه اللي بعدها يزيد 7%، وممكن يمشي معاك طوال ال 20 سنه بالنظام ده. او انك تدفع مبلغ مقدمه عند التعاقد، ودايما بقول انك تحاول توفر وربنا يعينكم وتدفع عند التعاقد عشان يقلل معاك الفوائد. فلنفترض مثلا ان حضرتك هنا جينا ندفع عند التعاقد 70,000 جنيه مثلا، تقول له انا عايز ادفع 70,000 جنيه عند التعاقد، فبالتالي 70,000 جنيه هتخلي المبلغ اللي كان مطلوب عند التعاقد او اللي انت هتاخده كقرض تمويل عقاري بدل ما كان 477 هيبقى 407,000 جنيه و500. وكده بيقول لك ان القسط الشهري بتاعك هيبقى كام؟ 3,396. طب كده لسه في شوية كمان، لأن المرتب لا يقل عن كام؟ عن 8,490. يبقى نيجي نقول له هنا بلاش ندفع 70,000 عند التعاقد، لا ندفع 90,000 عند التعاقد. ال 90,000 عند التعاقد هتخلي إن المرتب معاك كام؟ حوالي 8,073 جنيه، يعني مرتبك ما يقلش عن 8,073 وأنت مرتبك أصلا كام؟ 8,000. يبقى احنا هنا نعمل كام؟ نيجي نقول له لا خلاص خليها 95,000 عند التعاقد هدفعها، بحيث ان انا امشي معاك الموضوع متناسق ويبقى المرتب ماشي مع القسط الشهري، وكده تدفع لك حوالي 3,200 قسط شهري. ده حسبة تقريبية لشقة ب 850,000. تعالوا بقى ناخد مثال تاني على شقق الإسكان الأخضر اللي هي ب 900,000 جنيه. هنكتب كده في سعر الشقة 900,000 جنيه. ال 900,000 جنيه هيطلع لها وديعة صيانة 5% حوالي 45,000 جنيه، يبقى إجمالي تمن الشقة 945,000 جنيه. حضرتك هتدفع جدية حجز كام؟ 50,000 جنيه. 50,000 جنيه جدية حجز، سواء كانت شقة إسكان اجتماعي عادي أو شقة الإسكان الاجتماعي الأخضر. وطبعا بقى الدفعات الربع سنوية بتزيد في شقق الإسكان الأخضر، يعني السنة الأولى هندفع 13,500 والسنة الثانية هندفع 14,500
والسنة الثالثة ندفع 15500. طبعا بتزيد عن شقق الإسكان العادية 1000 جنيه في الدفعة، وكده يبقى أنت كل اللي سددته حوالي 224000. هيتبقى عليك فرق حوالي 1000 جنيه اللي هي الحد الأدنى ل 25% من إجمالي ثمن الشقة، مع وديعة الصيانة اللي هي 45000 جنيه. طيب حضرتك كده يبقى انت كل اللي دفعته حوالي 225,000 بال1000 جنيه. هنفترض بقى انك هتاخد دعم النقد ال 160,000 او انك هتدفعهم عند التعاقد، فنكتب كده ال 160,000 اللي هي الدعم النقدي. هيتبقى عليك كده كام كله بقى يا صديقي؟ حوالي 515,000. ال 515,000 دي اللي المفروض انت تاخدها قرض تمويل عقاري بفايدة 8% على 20 سنة. هتعمل معاك كام بقى؟ هتعمل معاك حوالي 1,030,000 جنيه بالفوائد بتاعتها، لأن الفايدة بس في 20 سنة حوالي 515,000، يعني زي رقم تقريبا اللي انت واخده. طيب بقى انت علشان تسدد 1,030,000 على 240 شهر هيبقى مطلوب منك قسط شهري كام؟ حوالي 4292 جنيه. طيب ال 4292 القسط الشهري، يبقى مرتبك المفروض ما يقلش عن كام؟ عن حوالي 10,750 جنيه عشان تاخد منه ال 40%. طب لو انت مرتبك مش 10,000 اساسا ومرتبك حوالي 9,000، تعالوا نفترض مثلا ان مرتبك 9,000 جنيه عند التعاقد. ال 9,000 جنيه بيقول لك ان القسط الشهري بتاعك ما ينفعش يزيد عن كام؟ 3,600. طب ما هو طالب منك 4292. هنا بقى ممكن يمشي معاك القسط المتزايد اللي هو يديك اول سنه مثلا 3600 زي مرتبك ما بيسمح، وبعد كده يزيد معاك كل سنه 7%، وممكن يمشي معاك طوال ال 20 سنه كده. ده القسط المتزايد، مش فايده متزايده، لان بقى انت في كده الفرق ظهر. الفايده الثابته يعني هو رقم بيحطه عليك وثابت طول السنه، ولكن الفايده في الاصل رقم متناقص. اما القسط المتزايد، القسط اللي هيزيد معاك زياده سنويه وفقا لزياده مرتبك عشان يعوض بيه النقص اللي كان حصل في البدايه. طيب حضرتك لو مرتبك 9,000 انت ممكن يمشي معاك بالقسط المتزايد، او ان حضرتك تدفع مبلغ تاني عند التعاقد عشان تقلل الفوائد اللي عليك، لان المبلغ اللي كان مطلوب قرض تمويل عقاري كده هيقل. تعالوا نفترض مثلا ان حضرتك هتدفع له 150,000 جنيه عند التعاقد، دفع التعاقد 150,000، فكده المبلغ اللي كان مطلوب منك اللي هو 515 بقى 365,000، يعني انت هتاخد من البنك 365,000 بس. وكده حضرتك هتدفع له قسط بس حوالي كام؟ 3042 جنيه اللي هو بقى بمرتب 7,600. طيب حضرتك نفترض انك مش عايز تدفع دي، تدفع مثلا 100,000 جنيه بس عند التعاقد. ال 100,000 جنيه عند التعاقد بس، يبقى حضرتك هتدفع له حوالي 3458 جنيه بمرتب حوالي 8600، يعني لسه معاك كمان انك تدفع مبلغ اقل لان مرتبك 9000، فيقدر ياخد منه اكتر من كده. وده ببساطه حسبه الاقساط والفوائد، وتقدر تطلب الشيت وتحسب بنفسك. وان شاء الله في الايام اللي جايه هشرح لكم بالتفصيل حسابات بسيطه وامثله كتير، وهحاول اشرح لكم خبايا كتير في كراسه الشروط. بس انا حبيت في الحلقه دي الم اكبر قدر ممكن عشان تبقى مرجع وملخص يلم لك كل حاجه وتقدر تاخد قرار. اتمنى لكم والله كل التوفيق. خالص تحياتي، هاني الخميسي.